يعني العالم كله مشغول بالزلزال والناس كلها متضايقة وزعلانة على اللي صار، وهاي منقوشة مشغولة بالمسلمين وبتقول انه هذا الزلزال ضرب المسلمين لانه المسلمين قاعدين بيهلكوا ولانه المسلمين بيعبدوا اله غلط. يعني شوف العالم بشو بلشان وشوف هي بشو بلشانة. فخلينا مع بعض نشوف شو سبب الزلزال اللي صار بناء على تحاليل منقوشة. فيقوا عن عبادات باطلة، القصة مانا لعبة. ان شاء الله انك بتنامي ما بتفيقي يا قادر يا كريم. لما بقول انهم يهلكون، ولاحظوا حجم الدمار والكوارث عند المسلمين، عند اللي مفتكرين حالهم رايحين على الجنة. غصبا عنك وعن اشكالك ان شاء الله رايحين للجنة. وشوفي كل الفيديوهات للناس اللي تضررت بسبب الزلزال، كلهم بيحكوا الحمد لله. كلمة الحمد لله ما فارقتهم، وهو هذا الاشي اصلا اللي ضاغطك وقاهرك. فيك تخلص نفسك. ضربة منهم ما بتجي على أولاد الرب وعلى شعب الرب المختار، ضربة منهم ما بتمسك. يعني أفهم من كلامك إذا إجا زلزال راح يضل ماشي، وإذا شاف واحد يوقفه ويسأله أنت مسلم راح أجرفك، أنت ابن الرب لا أنت خليك على جنب. اسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات، وبنايات من هون ومن هون بتوقع من حواليك وأنت ثابت واقف لأنك مؤمن بالرب. والله في واحد صاحي وبعقله بيحكي هذا الكلام، ولكو زلزال بس يجي بيعرف مسيحي ولا بيعرف مسلم ولا بيعرف صغير ولا بيعرف الكبير، الزلزال باخذ كل الناس. إلهي زلزال يجرفك ويريحنا منك. قاعدين المسلمين الصبح ومساء يقولوا نعوذ بك من غضبك، ونعوذ به منك ومن أشكالك كمان. ليه غضبوا عليكم هالقد تقيل إذا أنت بتعرف تطهر وتعبد وتصلي مزبوط؟ ما في. لا بصراحة أنت هامك المسلمين وهامك مصلحة المسلمين وخايفة على المسلمين، واضح عليكي كلك مشاعر وأحاسيس. يعني الزلزال ضرب مناطق مسلمة وكل اللي ماتوا مسلمين، وفوق هذا كله المسلمين شاغلين بالك 24 ساعة حتى بالزلازل. يعني كل مرة بتثبت للناس إن مخك فارغ ومقهورة، ولك انت شو بدك بالمسلمين وشو بعبدوا وهاي القصص. خليك بحالك ومعتقداتك. إلهي زلزال 7 ريختر ياخذك ويريحنا منك. عباداتكم باطلة، انتوا عم تعبدوا ضد الرب الإله الحق، لها السبب الإله الحق أسلمك للمهلك ليهلكك ويهلك شعبك. فشرتي هاي هي أمنيتك. حاب أقول لك إنه المسلمين لا زلزال ولا 2 ولا 3 ولا 100 زلزال بيقدر يهلكهم إلا إذا شاء رب العالمين. وروحي اقرأي تاريخ المسلمين وشوفي إنه مرت عليهم أيام أصعب من هاي الأيام، ومرت عليهم ظروف أصعب من هاي الظروف، وكل مرة بيرجعوا أقوى من المرة اللي قبلها. وهذا الإشي أنت عارفيته كويس بينك وبين حالك وقاهرك، بس مش قادر تحكي للناس. رحمة الله على كل واحد توفى بهذا الزلزال، والله يصبر أهاليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.